مشكلة أرض أكتوبر والزمالك، أنت متخيل كمية النواحي اللي طالعين بيها على القنوات؟ كل رموز الزمالك طلعت ولول على القنوات، ونداء استغاثة إلى ما أعرفش مين، نداء استغاثة إلى الرئيس السيسي، نداء استغاثة إلى مجلس الوزراء. ده بيهاجموا الدولة عشان الدولة طبقت القانون على الزمالك. لك أن تتخيل إنهم بيهاجموا الدولة عشان القانون اتطبق عليهم. ما هم مش متعودين أصلا، يتهرب من ضرائب عادي، يتهرب من تأمينات عادي، مع اتحاد الكرة ما بيدفعش فلوس عادي، الدنيا ايزي يعني، ما بيدفعش فلوس، ما حدش بيقول له لا لازم تدفع، لا. واليوم اللي الدولة طبقت القانون على الزمالك طالعين يهاجموا الدولة. يعني واحد اسمه عبد الله جورج ولا مش عارف اسمه ايه، عضو مجلس إدارة في الزمالك، والله عمل بوست زي كده اللي هو عايزة ان الزمالك يا حكومة. سحب السنجة بتاعته ونزل على الفيسبوك وعمل ستوري عاوزين من الزمالك يا حكومة. يا ابني انت مدين للحكومة، الحكومة لها دين عندك، الحكومة طبقت عليك القانون، يعني انت زعلان عشان الدولة بتطبق القانون؟ ما انتوا دريتوا وصلتوا الليفل عالي، يعني مش متوقع ان حد يزعل ان دولة بتطبق قانون، انت غصب عنك. هو انت دريت ان كل حاجة اتثبت لك خلاص؟ لا يا حبيبي، كله بيتحاسب دلوقتي، يعني احنا في دولة قانون وكله بيتحاسب. كلكم عاملين الهلمة دي كلها عشان الدولة سحبت الأرض، وده قانوني يعني. هات لي حاجة مش قانونية، ما لو مش قانوني الأرض هترجع لك تاني، لكن اللي حصل لك ده قانوني. انت ليه بتعمل كده؟ ليه طلع تولول؟ هو الدولة سبب في ده يعني؟ مش انت اللي ما عملتش حاجة في الأرض؟ أرض من 2004 معاك ما عملتش فيها حاجة، يا الأهلي اتسلمت له أرض في 2004، شوف عمل فيها إيه. خد أرض تاني وتالت، وخد أرض جديدة بتاعت الاستاد اللي شغالين فيه. طب ما أنت اللي ما عملش حاجة. أي حاجة الدولة والمظلومية والكلام الفارغ ده يا عم، ده أنت تطبق على قانون، مالك؟ بس عشان ما فيش واحد زملكاوي يقول لك الزمالك ما عارفش يا عم، أنت أول مرة تطبق عليك القانون أديك طالع تشيل الطين. يعني انت طالع بتطلع على الفضائيات سواء اتطبق عليك القانون او ما اتطبقش عليك القانون بتدعي المظلومين، لكن لما الدولة نفسها هي اللي عملت عليك طبقت عليك القانون انت طالع زعلان وبتهاجم. هتهاجم مين؟ هتهاجم الدولة؟ انت مجنون، انت لسه مخك فيك. مين يهاجم الدولة على اساس خدت قرار صح؟ الدولة خدت قرار صح اللي هو تطبيق القانون. ده انا افرح، انا كواحد مواطن افرح ان القانون بيتطبق على الكبير قبل الصغير. ايه المشكلة في ده يعني؟